سلام خوتي خواتاتي، لاباس عليكم بخير الحمد لله. المهم اخوتي، عيش نهار تسمع اخبار، عيش نهار تسمع اخبار. والخبر الاول على مصطفى بونيف ولا بونيف الكرغولي. هذا بونيف هذا شنقول لك، جاه هجوم كبير من طرف المغاربه في القناه ديالو، وداروا ليه واحد الحمله ديال السينيال. كاع الناس المغاربه اللي تضرروا من هضرته وهضر على المراه المغربيه كاملين اتحدوا عليه وداروا ليه حمله ديال السينيال. والكبرانات الكبرانات ديال الجزائر حتى هما سمحوا فيه. شنو سمحوا فيه؟ صافي سمحوا فيه، ضحاو به، لاحوه لدرجه قلت لك القناه ديالو غتضرب بالسينيال، هو يحل قناه اخرى جديده. دابا حل واحد القناه جديده اضافيه سميتها مصطفى بونيف، ودير فيها فيديو واحد. وشحال عنده فيها من ابوني؟ شحال فيها من ابوني؟ فيها 78 ابوني. 78 ابوني. تصوروا هذا اللي تيقول تيدافع على الجزائر وتيدافع وهذه وتيهاجم المغاربه، ها هما نكروه الكبرانات وما عطاو حتى لي زابوني، ما عطاوهمش ليه. عنده 78 ابوني، يعني والو. السيد ما بقاش معروف وصافي. لاحوه تفرط وتفرش، لاحوه صافي. واحد الحاجه اخرى على هذاك صاحبه، نهضر لكم على صاحبه اللي هو حفيظ الطعارجي ولا الدراجي. حفيظ الدراجي بعد ما حتى هو مشوه، هذاك السيد مشوه ولا حمق، ولا تيتعاطى شي مخدرات ولا تياكل الكاله ولا شي حاجه عنده. هاد حفيظ الدراجي ماشي نورمال، ماشي طبيعي. من بعد ما دار واحد التصاور، الا عقلتي، ودار واحد التصاور ديال الافران، وقال لك هادو مناظر ديال في الجزائر. دار تصاور ديال شي شجرات وشي طريق في افران، وقال لك نسبهم للجزائر. دابا شنو دار؟ دار تصويره ديال واحد منقذ يوناني. واحد المنقذ يوناني عتق واحد الدري، واحد الطفل في تركيا. وشنو دار هو؟ قال لك هذاك تابع للحمايه المدنيه، تابع للبومبيه ديال الجزائر، وكتب عليه هذا راه جزائري، راه هو بطل جزائري. واعتق طفل رضيع في تركيا. ساعة المغاربة ما عطلوش وجابوا الدوسي الحقيقي بأن هذاك راه هو يوناني تابع للحماية المدنية ديال اليونان، وهو اللي اعتق هذاك الدري الصغير تريبيا، وعتقوه من تحت الأنقاض. يعني هاد الدراجي هذا غير تيكذب وتيجيب من راسو ولا أضحوك هاد العالم. وبقوت اللي جا هجوم كبير على ديك الصورة، حيدها من الكونت ديالو ديال الانستغرام، حيت تفرط وتشوه هاد الدراجي، هاد الطعارجي تفرط وتشوه. المهم، خبر اخر على اسعد الشرعي اليماني. اسعد الشرعي مشى لوجده ودار واحد لقاءات مع شخصيات في وجده. من بين هاد الشخصيات هادو واحد السيد دار لقاء مع واحد السيد كان مشدود، كان اسير عند البوليساريو لمده ديال 24 سنه، 24 عام هو اسير. المهم دار معاه لقاء وهضر معاه وفي اللايف، وجا هجوم كبير من الكراغله. بطبيعه الحال فيما تيدير شي لايفات هذا تيجي هجوم كبير من عند الجزائريين، فهمتيوني، تيضربوه بالسينيال. وهذا قال الحقائق بزاف على التعذيب ديالو في مده 24 عام، وعلى الحقائق، اسرار على البوليزاريو، الاسرار على الجزائر، وهما ماشي يصليوش، ماشي مسلمين. يعني راه قال بزاف ديال الامور وعجائب وغرائب.
لدرجة شنو نقول لكم، لدرجة هذا أسعد الشرعي جاتو البكية ملي قلت لي سمع هادشي اللي تيعاود هاد السيد، جاتو البكية. السيد بكى، و نقول لكم ما بقاش تيحمل الجزائر ولا تيكرهها، ولا واحد فيه الكره، زادوا الكره. كان تيبغيها شويه، كان عنده شويه ديال الضوء، ولكن صافي دابا جا بحال الكراهيه. سالا مع هاد السيد هذا، دار معاه لقاء، دار لقاء اخر مع واحد السيد اخر ضحيه ديال المسيره الكحله. هاد المسيره الكحله شنو هي؟ المسيره الكحله الحسن الثاني الله يرحمه دار المسيره الخضراء، المسيره الخضراء ديال المغاربه اللي حررنا بها الصحراء المغربيه. ولكن هذوك الجزائريين ولا الكراغله داروا حتى هما انتقموا من المغرب وداروا المسيره الكحله. شنو هي المسيره الكحله؟ المسيره الكحله هي جراو على المغاربه اللي كانوا عايشين في الجزائر، جراو عليهم للمغرب، جراو عليهم واستولوا لهم، سرقوا لهم ديورهم، سرقوا لهم فلوسهم، سرقوا لهم حوانتهم، تجارتهم، وصيفطوهم للمغرب انتقاما من المسيره الخضراء. وهذا السيد هذا اللي دار معاه لقاء قال لك راه خداو ليه دارو، خداو ليه فلوسو، وقال لك بان راه باه كان جندي من جيش التحرير الجزائري، كان جندي وعاونهم في تحرير الجزائر من فرنسا. واخا هكاك ما عقلوش عليه وجراو عليه المغرب وخداو ليه دارو بزاف ديال الامور. يعني هاد الناس هادو راه ما كاين لا خاوه، ما كاين والو، ما كاين لا خاوه لا والو. غير اغسلوا عليهم يديكم، والسلام عليكم السلام. ما معاهم لا خاوه لا والو. هادشي اللي كاين، وهادشي اللي عرفوا اسعد الشرعي. عرف بان المغرب راه هو مظلوم، وبان هاد الناس هادو، هاد الجزائر راهما حاطين على المغرب وباغيين يقسموه وتابعينه في حياته، وباغيين يقسموا البلاد، وطامعين في المحيط الاطلسي، وطامعين في الصحراء ديالنا، وطامعين بزاف ديال الامور، وحاسديننا وتابعيننا في جميع النواحي، تابعيننا في جميع الامور. الله يسر مع الله يحفظ وصافي. واش نقول لكم؟ المهم اخوتي، هذا هو الفيديو ديال اليوم. ترقبوا جديد، باقي شي فيديوهات تنحطهم ان شاء الله. تبارك الله عليكم، وديما بنات ولاد بلادي، وديما مغرب والصحراء مغربيه، وتندوفوا بالشار وهران وكلشي ديال الله، كلشي مغربي. وملكنا محمد السادس خط احمر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.